خلينا نبلش. حطيت اوريدي مويسترايزر من تقريبا 10 دقايق. انا بحب اخليه شوي يمتص البشرة لانه هي بحس هيك بيعطي نتيجة احلى شي. خلينا نبلش باول شي. نحط البيس. اليوم رح اعمل ميك اب لوك شوي بيشبه اللي انا بعمله everyday، بس اليوم رح احط له هيك، اضيف له اشياء حتخليه يطلع احلى. هلا رح اقلكم رح اعمل شي شوي مختلف، ممكن نقول شوي. اوكي ستارت بلندينج. اخر مكان بعمل له بلند اللي هو تحت العين. فيديو اليوم كتير رح يكون حلو. رح يعني ما عم تشوفوا هاي اخر منطقة بعمل لها بلند اللي هي تحت العين. بتعرفوا شو؟ ما بحب اعمل ميك اب وانا لابسة الحجاب، ما بحب، لانه الشال بيتوسخ و100 مشكلة بتصير. بحسه هيك بالطريق، وين ما بروح موجود بطريقي. ما عملت بلندنج لكل الوش. هلا رح اعمل للعين. شوفوا ما بطلع لهون للاخير، لانه بحس اذا طلعت لفوق بيخطط معي، لانه هذا هو مكان التخطيط على فكرة. فبعمل اللي هو هون، هذا مكان الهالات يعني. وضروري هي الزاوية، شايفين هي الزاوية؟ شوفوا هون وشوفوا هون. وخلص فهمتوا يعني؟ ما بركز هون، يعني بحط الكونسيلر هون لفوق، لا، بعمل اكتر شي البلندنج هون، واخر شي اخر هيك اخر لحظة بتضل بالكونسيلر بطلع فيها شوي لفوق مشان يصير الشكل متناسق. وبس هيك ما بيخطط معي بصراحة. انا بيخطط معي، انا انسانة. في ناس ما بيخطط، انا بيخطط عادة. بس في تكنيكات معينة بتخلي التخطيط يكون اقل بكتير. اوكي هلا اي ثينك انه انا خلصت البيس، بس حابة استخدم كونسيلر هدى بيوتي، بس هيك شوي كمان مشان افتح اكتر تحت العين، يعني هيك نتفة. شوفوا بس هي المنطقة، هذا الخط شايفينه؟ هاد ما بحبه ابدا، فبس بحطه على هذا الخط وبستنى. اوكي بعد ما استنيت تقريبا 10 دقايق بعمل هيك بايدي بس لهي المنطقة. وهذا هلا الخط رح يروح تماما، يلي عندي اياه هون. هذا الخط موجود عند الكل، بس مثلا الالوان بتختلف. شوفوا كيف اختفى. وبس ما اطلع لفوق او اعمل دمج بالبيوتي بلندر، بس بايدي. انا بحسه بيتركز اكتر بايدي. هون كمان نفس الشي، بس هذا الخط. اوكي شايفين؟ هلا بشرتي بيرفكت. ناو هلا راح اعمل كونتورينج. وين الكونتور؟ بس لازم الاقيه. اوكي شوفوا وين، شوفوا كيف عملت شالي. اول شي حطيت الكونتورينج. شوفوا كمية كتير بسيطة. وهذا الكونتور فينا نقول انه هو برونزر سلاش كونتور، يعني لونه دافي مو كتير بارد مثل الكونتور اللي هو لون صاير على جراي. هذا اكتر جاي دافي مثل البرونزر. حطيت كمان بلاشر من نارس. هذا كتير حلو لونه. يلا let's start. نبلش ندمج. اول شي بدمج الكونتور. اوكي بعد ما دمجت الكونتور بدمج هي الجهة كمان. عن جد الشال تبعي البارحة غسلته، والقمطة البارحة غسلتها، فابدا مو جاي عبالي يتوسخ شال اليوم. اوكي هلا بدمج البلاشر الكريمي، بدمجهم مع الكونتور هيك اخليهم يذوبوا ببعض.
شايفين لونه حلو كتير. اوكي خلصنا الجزء الصعب. هلا رح ارجع على الانف اعمله بلندنج عادي سريع. بس بعدين رح ارجع عليه واعمل باودر كونتور. هلا بعد ما خلصت رح اثبت تحت العين بلوس باودر. اكيد هدا بيوتي لوس باودر. شوفوا هاي الكمية وعلى طول بشيلها بوزعها هيك. اعملوا هاي الحركة شايفين مشان اذا في خطوط تنفتح ويتعبى جواتا الباودر. وما بضغط كتير هيك على عيني بس هيك كتير خفيف. وهون نفس الشي بشيل الباودر اللي زيادة. اوكي هلا لقد جاء وقت المرح. الاي شادو هي باليتي اللي قلت لكم عليه المفضل. ما بستخدم شي تاني غيره. استخدم هذا البيس. شوفوا عندي باليت اشتريته من ماك بس ما استخدمته. I don't know. وفيه الوان كتير حلوة بس حسيته احمر كتير. شوفوا هذا. اوكي راح اخذ الوان اللي انا دايما بحب اخذها. اول لون بحب ابلش فيه هذا اللي هو افتح لون تقريبا. باخده في حركة كتير حلوة راح اطالع على الميك اب بيجنن. هلا بفرجيكم اياها بس هيك اصبروا معي شوي. اوكي شوفوا كتير ركزولي على هذا الاي شادو لانه كتير رح يعجبكم وكتير عملي وبسيط بنفس الوقت حلو. اوكي بعمل الاي شادو بهي الطريقة. هاي المنطقة ما راح اعمل فيها شي لانه هلا بقولكم شو رح نعمل فيها. هيك وبطلع بحب اطلع لبرا. هاي الحركة بتعطي سحبة للعين. او البني اللي صاير هيك على جراي عاطي. هاد لا الوانه مثل هيك فيها دفء. فهمتوا؟ اكيد فهمتوا علي. هيك فيها جاي على برتقالي اكتر البني. اوكي هلا راح اخذ اللون اللي شوي 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 اغمق هون and بعمل نفس الاماكن. بس هلا راح ابلش احدد اكتر. هلا واخر شي باخذ هذا اللون اللي هو البني الغامق. وهلا ما بطلع كتير لفوق بس تحديد وبحاول ادمجه مع الالوان التانيين. لازم ضروري تجيبوا على الاقل فرشة واحدة تكون بروفيشنال عندكم. الفرش البروفيشنال دائما تكون غالية. ما شفت انا بحياتي فرشة بروفيشنال منيحة وتكون وهيك رخيصة. بس الفرش الغالية مناح تحسون مناح بالدمج كتير. اوكي هلا خلصنا العين I think yes. هلا هاي الحركة اللي حتخلي العين كلها تصير احلى. حجيب هايلايتر فنتي بيوتي. مو شرط فنتي بيوتي اي هايلايتر انتو عندكم اياه بس شرط انه شو يكون جولد ما يكون اللي هو الوان تانية. جولد حسرا لانه نحن حاطين هاي الالوان فاكتر شي بيلبق له او اللون الوحيد اللي بيلبق له هو الجولد. فبناخد هايلايتر جولد هايلايتر وبعمل هيك. شايفين كيف هيك غيرت اللوك؟ شوفوا هون مملة وعادية هون لا صار في حركة. واو 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 واو, واو.
شوفوا كمان كيف اندمج مع الالوان التانية، كأنه هيك معمولين مع بعض. شوفوا الفرق هون. هي الخطوة كتير بحبها، خطوة الهايلايتر اكيد بفضل عندي لما بحطها على العين ولما بحطها هون. اوكي هون بدي ازود شوي. شايفين كيف حلوة طلعت العين هيك؟ كتير حبيت. اوكي هلا رح اخذ اي شادو نفسه اللي فوق العين، رح احطه تحت العين. بطلع عينيك لانه في مراية. بعمل هيك بالفرشة لحتى اخليه اكتر تكون بوينتي، يعني اكتر محددة اكتر. اوكي هيك العين خلصت. تجيكن ايام هيك بتحسوا رموشكن قصار او قلال، وفي ايام تجيني بحس رموشي هيك لما بحط ماسكارا بتبين كتير كثيفة وطويلة وكل شي. بس انا حاليا بمرحلة انه قصار، وبعض الاماكن عندي فراغ، ما بعرف ليش. I think لانه الرمش، يعني هذا تفسيري انا، الرمش بيوصل لمرحلة طول معين وبيوقع. يعني انا لاحظت هذا الشيء امبارح، كان عندي رمش كثير طويل هيك اطول من الرموش الباقية. اوكي هيك بعد ما حطيت المسكارا استخدمت هي ميبلين سكاي هاي كالعادة المفضلة عندي. مع اني عندي مليون الف، بسيط كتير هيك بس مشان اسحب العين، ولا بحب احط مسكارا. وبعدين بحط الايلاينر لانه بعرف وين احط الايلاينر لما احط مسكارا. اوكي هاد خط. اوكي عملت خطين هلا وانا مفتحة عيني. بعمل خط تاني، قربوا شوي لحتى تشوفوا. اوكي هلا صار عندي هون فراغ بس بمليه. كمان بظبط الايلاينر اكتر، بس شوفوا هي الرسمة كتير حلوة. اوكي هلا خلصت الايلاينر هيك صار شكله. هلا رح اخذ هذا الكحل. هذا الكحل لحظة من وين؟ اوه ماي جاد ممسوح. هلا كيف بدي اجيبه مرة تانية؟ مهم هذا الكحل واو، جربت كحلات من ماركات كتير، بس هاد شوفوا انتوا بتشوفوا، انتوا شوفوا واحكوا. شايفين؟ بس خط واحد صار هيك فحم من السواد. ومو بس هيك بيضلوا ثابت، يعني في كحل بيسيل وهيك، هاد ما بيسيل ابدا. يعني اذا بتحطوه هون بيسيل لتحت وما بعرف ايش بعدين خلال اليوم، بس هاد مستحيل. هاد اكيد الكل بيعرفه 103 درجته، كيكو 103. هاد وين ما بتروحوا بتلاقوه سولد اوت بكل المحلات، سيفورا كيكو، كل الاماكن، كل الاماكن سولد اوت. انا شو عملت؟ رحت وصيت عليه، قلت لا لازم اجربه، لاني انا اوريدي جربته، بس حابه هيك افرجيكم كيف شكله علي. هو بصراحه حلو، بس انه مو واو عشقته وما راح احط شي غيره، لا عادي بحط اشياء غيره يعني. بس هو يعني حلو، اتس اوكي. بس يعني هل كانوا يعني عاملينه بضجة مو طبيعية. اوكي عم بحط هدى بيوتي ليب لاينر نفس لون الليبستيك. اللي عجبني فيه شو انه هو بيثبت كتير، مع انه هو ليب جلوس وهيك، وانتوا بتعرفوا الليب جلوس اول ما تاكلوا بيروح. هلا الليب جلوس بيروح، بس اللون هذا اللون اللي هون
ما بيروح، بيضلوا يعني حتى لما كنت بشيل مكياجي بصعوبة كتير راح. يلا خليني افرجيكم كيف شكله علي. حاسسته كتير مناسب مع هذا اللوك فمشان هيك استخدمته. اوكي، اول شي هاي نبلش فيها اللون. اوكي، هلا بستناه ينشف وبعدين بحط هذا الليب جلوس. هلا راح احط ليب جلوس بعد ما نشف. بس شوفوا فيه شغله كتير مزعجه انه هو بيلزق هيك، شايفين؟ كأنه حاطة لزاقة على شفايفي. بس I think مشان هيك هو كتير ثابت. وبس هيك، شوفوا شو رأيكم اللون علي حلو؟ أنا مو كتير بحب أحط. راح أحط الهايلايتر. وأنا بلمس النور. اوكي، راح أحط الهايلايت هيك، أنا عادة بحطه شي لحتى نختم كل الميك اب. راح احط ايبرو جل من ماك. طالع حواجبي لفوق وبحاول هيك اذا في فراغ اعبيه، يعني هيك اجيب الشعر على مكان الفراغ، فهمتوا؟ مشان ما اعبي حواجبي. هي الحاجب لا تنسوا دايما دايما اعملوا، حتى اذا انتوا عاملين مايكرو بليدنج عاملين حواجبكم دايما على الاقل مشطون مشان يطلع هيك اللوك كله متكامل. اوكي هيك هون خلصت.